الموظف اللي مش بيستخدم الذكاء الاصطناعي مش بس بيخسر نفسه، لكنه بيخسر الشركة كلها. خلينا نتكلم بصراحة. أدوات زي كلاود وشات جي بي تي وجيميناي وديب سيك وغيرهم، الموظف اللي فاهم يستخدم الأدوات دي صح ممكن ينجز في ساعة اللي غيره بيعمله في يوم كامل. يعني إيه؟ يعني إنتاجية أعلى، أخطاء أقل، شغل أسرع، ونتائج أحسن. لكن الموظف اللي مش بيعرف يستخدم الأدوات دي هو حرفيا نقطة ضعف الشركة، لأنه بيبطئ الفريق وبيزود التكلفة وبيخلي الشركة تخسر قدام المنافسين. ببساطة المشكلة مش في السوق، المشكلة في مين بيستخدم الاي اي ومين لسه شغال بعقلية قديمة. عشان كده احنا في بيزنس سبايك عاملين برنامج تدريبي عملي للموظفين، بندرب فريقك ازاي يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي صح في الشغل الحقيقي، مش مجرد كلام نظري. لو عايز تزود انتاجية فريقك وتسبق المنافسين كلمنا دلوقتي في بيزنس سبايك.